صباح الخير. رايح اودي العربية توكيل او الوكالة علشان كاوتش اتغير. وانا سايق فجأة كده التنبيه بتاع البريشر او بتاع الضغط بتاع الكاوتش بدأ تحذير يركن كاوتش. البريشر اللي فيه بيقل. فعلى ما ركنت لقيت ان الكاوتش كله اتقطع سبحان الله بشكل عجيب يعني. فقعد شوية بقى على ما جه من ألمانيا ورايحين اهوت نركبه. دعواتكم. وللأسف الشديد يعني برضو قبلها بحاجة بسيطة العربيات خبطت خبطة كده. بسم الله توكلنا على الله ولا قوة إلا بالله. لا مكرمين إلى ربنا يكرمون. الصاحب والسفر خليفة في المال والأهل والولاد والمال سلف سفرنا هذا البحر تكون من ترطار من نذكر حتى السفر أبز الله المستوى من كل من الأهل والولد. اللهم ودعنا سفرنا وزعنا بعدا. كنت نازلين يعني من المنزل كده، فكان قدامنا تاكسي، فالتاكسي حس ان الملف مش هيجيبه فوقف وادى ريفرس بيرجع. ما لحقتش ازمر او ارجع، وانا ورايا برضو كان ورايا ناس، ف خبطني. فطبعا في الحالات اللي زي ديت السيستم هنا بصراحة رائع جدا 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 جدا. ماشي. بتتصل او بتعمل تقرير باستخدام احد الخدمات بقى، سواء دبي بوليس او رافد او حسب الحاجة المتاحة او الموجودة. او لو في عربية محتاج عربية بيجي لك حد يقيم الحالة ويكتب تقرير. التقرير ده مهم جدا 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 لانه من غيره العربية مش هتتصلح. العربية مفيش اي ورشة او بادي شوب او اي حد هيشتغل فيها الا لو معاك تقرير. عشان ما انت ايه اللي يضمن لي ان انت ما عملتش مصيبة بالعربية واتخبطت منك وجاي لي عشان اصلحها؟ فالتقرير هنا هو شيء ضروري واساسي علشان اي حد يشتغل لك في العربية. فعملنا التقرير بقى ورحنا، وبرضه بتطلب القطعة وبعدين بتروح تركبها يعني. الموضوع خد شوية وقت بصراحة، يعني كنت متوقع ان الموضوع يبقى اسرع من كده من حيث يعني التغيير او التبديل. لا، ده احنا بنشوف القطعة وبعدين بنطلبها وبتقعد مثلا 10 ايام اسبوعين علشان تيجي. فلا يعني مش ده اللي متعود عليه بصراحة هنا يعني. بس من حيث السيستم مريح. انا بحب السيستم، بحب ان الحاجات تكون واضحة وصريحة ومحددة ومنظمة. بتريح الكل بصراحة يعني، او بتريح اللي حابب يلتزم بالسيستم. لكن اي حد بيحب ان هو يخرج بره ده يعني لا، مش. سألني احدهم، هو مش سألني بصراحة، هو كان تعليق على احد الفيديوهات يبدو، او هو كان تعليق في المطلق يعني. كان بيقول بقاله 3 سنين بيتمرن ويقول لنا روحوا الجيم وبتاع، ومرنا على عمل فورمة ولا اي حاجة. هو تعليق بديع يوضح منظور الناس للاشياء. يعني هو فكرة احنا بنروح الجيم عشان نعمل فورمة. اكبر خطأ في التاريخ. السلام عليكم. اكبر خطأ في التاريخ، وبسبب الخطأ ده ممكن يلجأ في سبيله لتحقيق الغاية اللي هو الفورمة، انه يحقن حاجات ويجرب حاجات ويودي نفسه في 60 داهية، او ينتهج منهج قاسي شوية على نفسه فيبوظ الدنيا، او يعمل خطأ لا يمكن الرجوع عنه. ففكرة احنا ليه بنروح الجيم، يعني فكرة الفورمة ديت قد تأتي في آخر خانة في لستة الأسباب والمبررات والحاجات اللي انت علشانها بتروح الجيم يعني. طب وما أدراك ان انا ما عملتش فورمة؟ يعني ما أدراك؟
عشان انا مثلا ما بطلعش وبين لك السكس باكس والعضلات والديفلوبمنت والكلام ده كله. انا مش رايح الجيم عشان كده اصلا. يعني لو انا رايح الجيم علشان كده فلا، يعني في سبل اسرع بكتير جدا جدا، واخد بالك؟ ف الاي اي مثلا اثبت لك ان انا عملت فورمه بالاي اي. لكن لا، يعني احنا ما بنروحش الجيم يا جماعه علشان نعمل فورمه. يبدو كلام غريب شويه، ولكن دي حقيقه. في تفصيل كتير في الموضوع ده ممكن نتكلم عنه كمان شويه. فإلى هذا الصديق الصغير حديث العهد بالتستوستيرون الذي لم يطور آلية الكبح بعد. وده حقيقي بالمناسبة ان انت يعني تحت ال20 او حتى يمكن في بداية العشرينات الانسان ما بيبقاش لسه طور آلية الكبح. احيانا ما بيقدرش يمنع نفسه عن الانفعال او التعبير عن رأيه اللي في الغالب ما بيكونش دقيق جدا. يعني باختصار شديد، والله يعني باختصار شديد جدا جدا جدا، احنا بنروح الجيم علشان ما عدناش بنروح الغيط، عشان ما عدناش بنبذل مجهود بدني يتناسب مع احتياج جسمنا لده، يتناسب مع احتياجنا ان احنا نبني عضلات كافية تشيل الضغط من على المفاصل وتقلل الآلام، يتناسب مع نمط الحياة اللي احنا بقينا عايشينه دلوقتي. يعني انا ما شفتش حد بيروح الغيط او بيبذل مجهود بدني في شغله زي مثلا اي حد شغال في المعمار، نجار مسلح، اللي شغال في التحميل والتنزيل والكلام ده كله، هيروح الجيم يعمل ايه؟ ده هو اللي بيعمله ده يعني ممكن يكون احسن مليون مرة من الجيم، بل ان هو بيولد عنده القوة الوظيفية، ان هو بيبني جسمه او بيقوي جسمه بما يتناسب مع الوظيفه اللي هو بيعملها. يعني كان عامل اختبار ما بين جابوا بادي بيلدرز ضخام جدا اقوياء جدا، وجابوا عامل بيشيل الاسمنت، والراجل يبدو جنبهم ان هو ولا حاجه، لكن الراجل عنده قوه وظيفيه، شال يعني بتاع 4 شكاير اسمنت ولا 3 باين بكل سهوله، في حين ان هم عانوا على ما قدروا ان هم يرفعوا من الشكاير دي. فيا جماعة الخير، بادي بيلدينج صناعة كبيرة جدا 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 جدا، بيتم تسويق الايمج والسكس باكس والعضلات والبايسبس والترايسبس، وبيتم تصوير ان دي الصورة الجاذبة للجنس الاخر. وجزء كبير جدا 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 من الشباب يروح يعمل فورمة عشان يبقى شكله حلو ويعجب، وده بالمناسبة يعني شيء طبيعي جدا ان انت تسعى انك الطرف الاخر او الجنس الاخر يعجب بيك، ولكن تم تسويق الصورة دي بالذات. واللي بالمناسبة جس وات وناس كتير عملوا ميمز على الموضوع ده، مش بتجذب، مش بتحقق الهدف منها في اغلب الحالات، ولكن بتجيب العكس، عارف؟ بتجيب العكس، فانت حر بقى. طب هل انا بقول ما تعملش فورمه؟ لا، اعمل فورمه، بس ليه؟ هو ده السؤال. ليه؟ start with why. هل انا محتاج اعمل فورمه؟ سؤال، هل انا محتاج اعمل فورمه؟ وهل الفورمه دليل على الصحه؟ ده سؤال تاني ومحتاج بودكاست. والله ممكن نعمله بودكاست مع نفسي او حلقه مع الشباب او ايا كان، علشان بس نحط الامور في مكانها الطبيعي او في نصابها، لان للاسف الشديد فيه خلط الافكار ومسكونسبشن بخصوص الموضوع ده، وبيودي الناس 60 داهيه. الحمد لله العربيه اتصلحت اهيت، وربنا يسترها علينا وما ناخدش هذه التجارب مره اخرى. طيب، استكمالا لموضوع الجيم، واحنا ليه بنروح الجيم والحوارات ديت، او ليه بنلعب رياضة اصلا. فالانسان مع التقدم في العمر بيفقد الكتلة العضلية، ومش بس الكتلة العضلية، بل كثافة العظام بتقل بشكل ملحوظ مع التقدم في العمر. فانت المفروض تعوض ده. يعني
الناس احيانا بتبقى شايفة ان انت لا بتروح الجيم علشان تبني عضلات وبادي بيلدر والكلام الجميل ده، وده كويس يعني، ده الى حد ما كويس، ولكن مش بس لهذا السبب، ولكن ايضا علشان تحافظ على اللي معاك. انت محتاج تحافظ على الكتلة العضلية بتاعتك وعلى عظمك، كثافة عظمك، لان الناس مع التقدم في العمر بتلاقي ان هم ممكن يقعوا ويتكسروا. exit right ماشي. فمهم جدا جدا ان انت تحافظ على هذه الكتلة مع التقدم في العمر. ليه؟ لان الانسان في البداية بيبقى منحنى البناء طالع، انت عمال تزداد قوة وتزداد طاقة وتزداد عضلات مع التقدم في العمر يعني والنمو، لحد ما بتوصل للبلاتو او مرحلة الاستواء، ان انت خلاص جبت اخر المتاح بالنسبة لك، وبتقعد شوية عليها كده، وبعدين يبدأ المنحنى في النزول. كويس. فانت هنا العكس بقى هو اللي بيحصل، البناء يبقى هد. ففي الحالة ديت انت المفروض يعني تعادل الضرر اللي بيحصل، او مش الضرر بصراحة، هي سنة الحياة، لان لولا هذا لخلدنا ان انت مع الوقت صحتك بتضعف. الناس بتاع الاكسير الحياة وان هو عايز يخلد والكلام ده كله بيتكلم في فكرة السيلولار ريجنريشن. ايه هو السيلولار ريجنريشن؟ اللي هو ان الخلايا تتجدد، الخلايا تتجدد، فبالتالي يبقى عندك unlimited amount of time. انت كل ما حاجة بتبوظ انت بتقدر تجددها، تصينها فتشتغل تاني زي الاول. طبعا ده ما بيحصلش ومش هيحصل يعني لا سبحان الله، يعني ما من داء الا وله دواء الا الموت، ولكن يعني معظم الناس بتكابر يعني. فالشاهد في الامر ان السبيل بقى انك تعمل استطالة او انك تعيش اطول فترة ممكنة بصحة جيدة هو في محاولة تفادي الضرر والاضمحلال والضمور والفقد اللي بيحصل مع التقدم في العمر. بسبب نمط الحياة الحديث احنا للأسف الشديد لا نبذل اي قدر من المجهود او النشاط اللي يعادل هذا الضرر او يحافظ على هذه العضلات، لان جسمك بيقول لك ايه؟ والله العضلات دي انت ما بتستخدمهاش، طب خفلي منها شوية. الحاجة التي لا تستخدم مع الوقت بتقل وبتضعف يعني. علشان كده تلاقي ان الاسترونوتس او الناس بتوع الفضاء بيعملوا ايه؟ تلاقي لازم يتمرنوا، ولازم يتمرنوا باوزان. الراجل ده عمل حاجة غلط جدا. لازم يتمرنوا ولازم يتمرنوا باوزان علشان يحافظوا على كتلتهم العضلية، لان الجاذبية هناك اخف، فبالتالي جسمك مش محتاج كل هذه العضلات علشان يشيلك. فيقول لك والله طب ما تخف شويه، وتلاقيها تضعف، وكذلك كثافه العظم. فبدون الرغي الكتير، بدون رغي كتير يعني، وانا رغيت كتير، احنا مش بنروح الجيم علشان نعمل فورمه، تمام؟ احنا بنروح الجيم لاسباب كتيره جدا جدا قد لا ياتي اصلا في اخر القائمه بتاعتها ان انت تعمل فورمه. انت بتروح الجيم علشان تحافظ على صحتك، علشان تعيش اطول فتره ممكنه بدون الام او اوجاع او حاجات مزمنه، علشان صحتك النفسيه يا رجل، صحتك النفسيه، علشان تحسن نومك، علشان تقلل الاسترس، عشان حاجات كتيره قوي قوي قوي. بس والفورمه بقى دي حاجه جانبيه، تخيل حاجه دي حاجه جانبيه جدا جدا، ما تكونش هي الهدف. لان لو هي الهدف، طب ماذا بعد ان انت جبت الفورمه؟ ايه المبرر اللي يخليك تروح الجيم؟ تستنى لما الفورمه تبوظ وبعدين تخش في سايكل تانية، وبعدين قد تلجأ زي ما قلت لك تضعف وتلجأ لشورت كاتس او طرق مختصره، وتضرب حقن ولا تاخد هرمون ولا بتاع، علشان توصل لهذه الحاله اللي انت شايف ان انت كده كويس وجامد والناس هتحبك وتعجب بيك. تمام، سلام.